السلام عليكم بنات، لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع فاطمه زهراء ام مايا. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هذه الحليوه اللي جد رائعه، اللي عندي معتمده من بين الحلويات اللي عندي مميزه. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم معروفه حلوه ديال اللوز اولا معروفه بحلوه الطويصات. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا للزبده تكون حراره المطبخ البنات. هنا غادي نحتاج جوج البنات، غادي نحتاج نص كيلو ديال الزبده، وغادي نحتاج ربع غادي نحتاجو في الخليط ديال اللوز، وعندي نص كيلو اللي غادي نصايب به العجين ديالي اللي غادي نستعمل للطويصات. هنا عندي اللوز غادي نطحنو، عندي فاني وعندي البيضات. هاد الحلوى البنات، هاد المقادير اللي غادي نعمل معكم اليوم كتخرج واحد الكميه اللي هي كبيره البنات، واحد الكميه لا باس بها، وكتبقى لكم واحد المده كتحتفظوا بها في المجمد، كتبقى رائعه، ما كيوقع لها حتى شي حاجه البنات. هاد الحلوى هذه انا هنايا اليوم غادي نصايب معكم القياس اللي هو كبير، غادي نعمل نص كيلو ديال الزبده. هنا عندي نص كيلو ديال اللوز كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طحنته على هذا الشكل رجع بودره. ما طحنتوش بزاف البنات، شويه. هنا عندي البيضات، غادي نحتاج البيضات وغادي نحتاج للسكر حبيبات. بالنسبه للسكر حبيبات كيف ما كتشوفوا معايا راه عندي هنايا العبار ديال التلافه. انا عملت قياس هنا مذوبل، وعندي فانيلا سائل، وعندي الزبده. هنا اول حاجه غادي نصايب الخليط ديال اللوز ديالي اللي غادي نعمر به الطويصات ديالي. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، هاد الحلوى جد رائعه البنات، غادي تنال اعجابكم ان شاء الله، وعاد تجربوها في البيوت ديالكم وغادي تولي عندكم معتمده ان شاء الله. هاد الوصفه من بين الوصفات ديالي اللي كنعتمد عليها دائما. هنا البنات كيف ما شفتوا معايا ضفت هذاك زلافه ديال سكر حبيبات على هذاك اللوز، صافي. ضفت قبيصه ديال الملح ضروريه، صافي. وهنا غادي نبدا نضيف في البيضات. هنا بالنسبه لهذا الخليط هذه غادي ياخذ لي 10 ديال البيضات البنات. غادي نعمل 10 ديال البيضات يكونوا بالحجم متوسط، ما يكونوش صغار البنات، ما يكونوا مواسطين. هنا استعملت 10 هنايا في هذا الخليط ديالي ديال اللوز، بقاو لي ثلاثه نحيدهم على جنب، غادي نحتاجهم للوصفه الثانيه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. صافي هنايا البنات عندي ربع ديال الزبده كيف ما شفتوا معايا، وضعتها في واحد الكسرونه وحطيتها ما فوق النار وحتى دابت. من بعد ما دابت خليتها حتى بردت شويه. بعد ما بردت هنايا كبيتها على اللوز ديالي، على الخليط ديالي. صافي هنايا البنات وعملت المكونات كاملين. غادي نضيف غير فاني، هاد الفاني غادي نضيف نص ديال هاد القرعه اللي شفتوا معايا كيف ما كتشوفوا، راه خوت النص ديالها. انا كيعجبني هاد الفاني كنكثر منه. بالنسبه لهاد الحلوى هذه راه هذا هو معروفه بهاد الفاني هذه، ضروري تستعملوا هاد الفاني هذا. بالنسبه للقياس ديال الفاني تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، الا بغيتوا تعملوها كامله تعملوها كامله. صافي البنات، وهنا صافي بعد ما عملت مكونات كاملين، البيض وسكر حبيبات والزبده مع هذاك اللوز، صافي هنايا كنجيب الخلاط كهربائي كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخلط هذا الخليط مزيان البنات، مزيان تخلطوه مزيان تيجانس داك الخليط مزيان
كيف ما كتشوفوا معايا راه كنخلطو مزيان مزيان. صافي البنات غادي هاد الخليط صافي. هنايا عندي نص زلافه ديال زيت المائده البنات، نص زلافه ديال زيت المائده كتضيفوها حتى الاخر. صافي هنا ضفت هذاك زلافه ديال نص ديال زلافه ديال زيت المائده وضفتها وكنرجع نخلط كيف ما شفتوا معايا. صافي تحصلت على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نغطي هذا الخليط، غادي نغطيه ونحيدو على جنب ونخليه. هاد اللوز كيشرب البنات، راه ما كيبقاش هيدا خفيف بزاف، راه كيشرب. صافي كنحيدو على جنب وكندوز باش نصايب العجين ديالي، العجين ديال الطويصات. هنا كيف ما شفتوا معايا راه عندي نص كيلو ديال الزبده. ضروري تكون الزبده من النوعيه اللي هي جيده البنات. انا هنا استعملت هولنديسه، وهولنديسه هي اللي كتجي في الحلويات مزيونه بزاف، خصوصا في هذه الحلوه هذه راه ضروري خصكم هولنديسه. كنعاود ناكد عليكم ضروري هولنديسه البنات باش هذه الحلوه كتجي مزيونه. صافي هنا ضفت كيف ما كتشوفوا معايا سكر حبيبات. عندي زلافه ديال سكر حبيبات ما عمرش البنات، ناقصه شويه. صافي وضفت 3 ديال البيضات كيف ما شفتوا معايا مع هذيك الزبده. وهنا ضفت شويه ديال الفاني، غير شويه ما كثرتش كيف ما شفتوا معايا، غير شويه. صافي وكنبدا نخدم في الخليط ديالي ديال الزبده بهذا الشكل كما كتشوفوا حتى كيندمجوا هذوك العناصر كامل، الزبده مع داك البيض. صافي وكنبداو نضيفو في الدقيق من بعد. الدقيق كنبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى كنجمعوا العجين ديالنا. تحصلت على هاد العجين كما كتشوفوا، تكون متماسكه وما تكونش قاصحه البنات وما تكونش خفيفه، تكون العجينه مزيانه، تكون معوضه. هنا عندي هاد الطويصات هادو غادي نستعملهم كما قلت لكم، غادي نستعمل هاد الطويصات هادو دائريين. صافي كنجيب هذاك العجين ديال الحلوى اللي صايبت، نجيب العجين وصافي وكان نعملها في هاد المولات كاملين البنات بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ما تخليوهاش العجينه، ما تخليوهاش العجينه غليظه بزاف البنات، حيت هاد الحلوى كتنفخ، ضروري كتنفخ معنا واخا ما فيهاش الخميره وداكشي ولكن كتنفخ. دابيت تشوفوها من بعد في الشكل النهائي كتجي نافخه البنات. صافي بهذا الشكل كان نوزع ديك العجين على ليمول ديالي بهذه الطريقه بالاصبع. صافي على هذا الشكل كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الطويصات ديالي كاملين. هنا عندي اللوز للتزيين، اللوز كيف ما شفتوا معايا اللوز ايفيلي غادي نزين به الحلوى ديالي. صافي هنا داك الخليط ديال اللوز شفتوه البنات كيفاش راه ولا خاتر، هانتوما ولا عاقد، مبقاش بحال اللي كان في الاول. كيف ما قلت لكم هو راه كيشرب هذاك اللوز من بعد ما كتخليوه منزل ديك ساعه اولا ساعتين راه كيشرب. دائما هذا الخليط ديال اللوز تصايبوه هو الاولاني وتخليوه كيشرب باش كيجي مزيان في الحلوى ديالكم. صافي هنايا كناخذ 2 مغروفات، كنوضع كل طويصه كنعمل فيها 2 مغرفات صغارين البنات، القياس ديال 2 مغرفات صغارين كنوضعهم هما في وسط هذيك الطويصه. صافي بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديالي كامله، ومن بعد في الاخر كنزين بهذا اللوز ايفيلي على هذا الشكل. هاد الحلوى كتجي رائعه رائعه البنات، يعني جربوها ما غاديش تندموا عليها، غادي تولي عندكم معتمده ان شاء الله. انا هاد الحلوى ما كنتخلاش عليها، يعني دائما كنصايبها
هاد الحلوى عزيزه عليا بزاف 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 البنات، وان شاء الله نتوما غادي تنال اعجابكم ان شاء الله. صافي هنايا زينتها، صافي هنا الحلوى ديالي غادي ندخلها الفرن. الفرن عندي سخون، يكون عندكم سخون من قبل. هنا الحلوى ديالي من بعد ما دخلتها الفران صافي طابت، كتجي على هذا الشكل. صافي هنايا غادي نحيدها من داك ليمون. كان هذا هو الشكل النهائي ديال حلوى ديال الطويصات او حلوى اللوز اللي كتجي رائعه رائعه. يا سلام يا سلام، هانتوما البنات كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي كتدوب في الفم، كتدوب في الفم. داكشي باش كنقول لكم البنات ضروري تصايبوها بالزبده هولنديسه. ان الزبده هولنديسه كتعطيها واحد الرشاشه وكتعطيها واحد الطعم اللي هو رائع رائع البنات. مهم هنا غادي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على حسن المتابعه، ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد، كونوا في الموعد.